هذا مصري قال لي يا مفروسه يا مقهوره، يعني يا اللي عندك واحد الغضب، يا اللي هذا هو كيعني بهذه يا مفروسه. والله اقسم لك بالله الذي لا رب سواه، وكانت هذيك الوقت اللي تهرس التيمومي 2 تهريسات من اللاعب رقم 5 اللي كان فيما كان كيدخل التيمومي كان حط عليه العين باش يهرسو، بما انه عربي مع عربي. انا تأثرت. كان ذاك الوقت عمري تقريبا 6 سنوات، وأتذكر أبي ونظرات أبي، وكيف بدأ أبي مع استسمح يتقيأ. أبي من الشخصية القوية، فنظرة أبي، تألم أبي في ذاك الوقت أثر علي. 6 سنوات، ولحد الآن أبي لن ينسى هذا الموقف أبدا. ذكر إن الذكرى تنفع المؤمنين. فبما أن أبي من القوات المسلحة الملكية، رأينا أنا الآن حينما زعما كنمشي اليوتيوب وأرى قسوة اللاعبين وكرههم للاعبين المغاربة، لأن شي واحد كيبغي يهرس لك رجليك، يعني قضى على المسيرة الرياضية ديالك. يعني فهمتي شنو هي قضاء على المسيره؟ وباغيين تقضيو تا، يعني كنشوف حنا كنوليو مخلوعين لان فيكم نظره غل وحقد على اللاعب عربي مثلا. ما نقولوش لان عندكم نتوما المسيح وعندكم الاقباط وعندكم المسلمين، ولكن تهرسوا لاعب اسمه عبد الله رقم 5. فمن ذاك الوقت يعني لن أنسى أبدا تألم أبي حينما أصيب التيمومي بكسرتين في الأرجل، وانتهت مسيرة التيمومي. ولم تنتهي قصة التيمومي من بالنا. فحينما أرى لاعبا مصريا لا أحبده، ليس حقدا، ولكن تركتم بصمة لن ننساها مدى الحياة. فلهذا قلت فرعون قد طغى في الأرض، بلد الفراعنة الذي ليس لديهم رحمة على اللاعبين المغاربة. مع أننا حينما تأتونني المملكة المغربية نرحب بكم ترحيبا لم يره أي أحد مغربي في بلدكم، ونغض البصر.